سمير القزاز، هشام مامي وعبد الرحيم صديق، ثلاثي التحكيم من عصبة الغرب. الأولى في حدود الدقيقة الثالثة، تدخل النقاش لاعب الوداد الرياضي البيضاوي والإنذار. هل يستحق الإنذار النقاش في هذه الحالة؟ سي حسن تفضل. كاين ضربة خطأ واللاعب ديال النقاش تدخل بعرقلة اللاعب المنافس بتهور. كان الحكم اكتفى برابيلا لوردر ديال اللاعب النقاش. اذا في هذه الحاله واش كان مفروض عقوبه انضباطيه؟ كان خاص كانت ضربه خطا ملازمه بالانذار. تفضل السي حسين، كاين شي اضافه؟ انا غنمشي مع الحكم، لان علاش هذيك الدقيقه الثانيه الله بدات المقابله. هذا اول خطا ديال اللاعب النقاش، ما اللاعب النقاش اللي لاعب كنعرفوه تبارك الله. انت سي حسين كتشوفها من الزاويه ديال توقيت المقابله؟ يلاه بدا خاص الحاجه اللي دار الحكم مزيانه، يعيط ليه يدير سكون ابيل لا بريفونسيون ويقول ليه شوف هذه هي الاولى وهذه هي الاخيره. هنا غنتكلم مع سي حسن خونا بعجاله الى يمكن. يعني هاد الزاويه النقاش ولا هاد النقطه اللي تراها السي حسين، أنا بداية المقابلة اللاعب كيرتكب خطأ، أكيد القانون واضح، خطأ ما فيش يستحق عليه البطاقة الصفراء. واش مسموح للحكم أنه يعني يتعامل بهذا المنطق ديال أنه بداية المقابلة ما كيبغيش يهرس الإيقاع، ما كيبغيش أنه ربما يدخل المقابلة في واحد النسق ولا واحد التوجه آخر، أنه ما يعلنش على ما يوجهش الإنذار صحة؟ علاش ما نحاولوش هذا اللاعب يبدا طومبيرامون ريدوي في العود، ما يدخلات من الأول. القانون ما قالش الدقه الاولى والدقه 90. اذا رسالتك واضحه كتقول القانون يجب ان يطبق، لكن تابعنا الراي ديال والقرار ديال الحكم سمير القزاز اللي كان قريب من العمليه. دقيقه 4 هدف مرفوض لفريق الوداد الرياضي بداعي لمس الكره باليد. تفضل سي حسين. القرار صائب. انا كنشوفوا بان اللاعب كوني، اللاعب ديال الوداد كيستعمل اليد ديالو بطريقه متعمده، كيستحق الانذار وضربه خطا وحتى الرصد يعني كان بشكل كبير بالنسبه بالنسبه لهشام مامي الحكم المساعد الاول. يعني هذه كذلك تحسب الحكم المساعد. اذا كتشوفوا العمليه بالفعل كان فيها هناك لمسه يد وكان خطا ضد لاعب فريق الوداد الرياضي. الحاله الثالثه في حدود دقيقه 15، خطا لفائده فريق الوداد الرياضي، هل هو موجود؟ واش بالفعل خطا لفريق الوداد ام لفريق اولمبيك خريبكا؟ حسن خونات ماذا يقول في هذه الحاله؟ اللي بغيت نوجه الكلمه هو اللاعبين. اللاعب راه يسو كخوا ايبور ما فيهاش خطا لورسكا ديستونس دي بالون. اللاعب ديال اولمبيك خريبكا ما لعبش الكره للاتجاه مباشره اللاعب، يعني ارتكب الخطا غيمشي يلعب الكره. امتى ما كتكونش؟ ملي كنكون مكاتفه قانونيه، ملي كنمشيو نلعبوا على الكره من اللاعب ديال اولمبيك خريبكا. هنا في هذه الحاله ارتكب الخطا والحكم القزاز كان صائب في اعلانه عن ضربه خطا لصالح. واضح الراي ديالك سي حسن خونات. نواصلوا ننتقلوا الدقيقه 54، تدخل لاعب فريق اولمبيك خريبكا والانذار الرابع حال في هذه المقابله بين اولمبيك خريبكا والوداد الرياضي. ماذا يقول سي محمد حسين بخصوص هذا التدخل؟ هنا كنشوفوا واحد التدخل بتهور اللي كيستحق البطاقه الصفراء مباشره، وضربة خطأ مباشرة للفريق ديال الوداد. إذا القرار ديال الحكم كان سليم، كان صائب في الحالة. الدقيقة 87، آخر حالة في هذه المقابلة بين أولمبيك خريبكا والوداد الرياضي والتي انتهت ب0 مقابل 0. التحايل عماد الرقيوي، هل بالفعل كانت عملية التحايل في حالة كنظن الثالثة والرابعة في هذه الحلقة بالنسبة لعملية التحايل؟ واش كان تحايل ولا ما كانش؟ هذا هو اللي بغينا نعرف. تفضل سي حسن. بالفعل سبق حاله من الحالات في احدى المقابلات ديال هذه الدورانيت، لاعب قلنا لعبه وخصهم الفوا ايفيتي هذه المساله. كيحس ربما اللاعب ديال اللي كان في الرجاء البيضاوي، ما عقلتش على الحاله، اللاعب العمراني كان اون فوا كيحس لو جوار الليد ديال المنافس في يدو، كيبغي يستغل هذاك اللمسه وكيبغي يسقط.
كان نوب الحكم القزاز حتى القزاز كنظن يعني كان قريب كان قريب ونوب باش يرصد بحال هذه الحاله زعما صراحه كيوجه الانذار. اعطينا بعجاله يعني تقييم ديالك الحكم سمير القزاز. والحكام اكيد اللي كيفرضوا نفسهم كنتابعوا في مجموعه من المقابلات، قاد هذه المقابله اللي ماشي سهله اكيد، يعني كانت مقابله من اجل الفوز بلقب بطوله الخريف بين فريقي الوداد واولمبيك خريبكا، وانتهت ب0 مقابل 0. بالفعل كانت مقابله القمه في هذه الدوره، الحكم هنا الى امكن من المخرج سيلوزا نشوفوا هذه بصدفه، يعني كنشوف هذه اللقطه. تابعوا معايا الحركه ديال الحكم سمير القزاز، يعني طريقه تربص ان صح التعبير في رصد هذه الحاله، وهذه من الامور الجميله. رغم عطاته هذه الطريقه، عطاته اتخاذ القرار الصائب، هي ما مسموحاش، ما محموداش هذه المساله ديال كنشوفوا يعني لعيبه الوداد كنظن يعني في نفس الزاويه، ربما ما خلاتش انه القزاز يشوف هذيك اللقطه، لكن بديك الحركه انه تخليه يرصد هذه الحاله، وهذه تحسب له بالنسبه له، ولكن ما محموداش. يفضل يلقى حاله اخرى. كما قلنا مقابله القمه في هذه الدوره، وتسامير القزاز كان في المستوى ديال هذه المقابله صراحه.